النهارده هنعمل بطاطا بالبشاميل. البطاطا اللي عندي غسلتها كويس قوي وقشرتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، مش صغيره ومش كبيره. حطيت عليها 3 معالق كبار من السكر وميه مغليه لغايه ما تغطيها. هسيبها على النار بقى لغايه ما تستوي كده، وبعدين ههرسها كويس قوي بالشوكه وهسيبها على جنب. هحضر بقى البشاميل. عندي 4 معالق كبار من الزبده و3 معالق كبار من الدقيق. واول ما الدقيق كده يدوب في الزبده، هحط كوبايه حليب وكوبايه من الميه اللي نزلت من البطاطا، بتدي طعم حلو قوي. كمان ضفت ربع كوبايه من السكر وقلبت كويس قوي لغايه ما السكر داب، وحطيت نقطتين من الفانيليا وقلبت. اخر مكون عندي هو القشطه، عايزين تضيفوها ممكن، لو مش حابين برضو مش شرط تحطوها. حطيت معلقتين كبار من القشطه وقلبت بقى كويس جدا. وهبدأ دلوقتي ارصها في القالب. عندي في قالب بايركس كده هحط شوية بشاميل من تحت، وبعدين هضيف البطاطا اللي عندي واسويها كويس بالاسباتيولا، وبعدين اضيف بقى باقي البشاميل اللي عندي احطه كله على الوش. واخر حاجة حطيتها هي رشة سكر بيتكرمل كده في الفرن ويدي لون حلو قوي للوش. حطيتها في فرن على درجة حرارة 200 لغاية ما بدأت ان هي تبقبق كده، بعدين فتحت لها الشواية خدت لون. وبس كده، جربوها بجد تحفة وبتدفي في الجو ده خطيرة.